مساء الخير، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتوره امنيه، معيده بكليه الصيدله. ان شاء الله هبدا النهارده اشرح محاضره جديده عن البروتينز، وهتكلم بالذات بالاخص عندي على الامينو اسيد. في الاول كده، هو البروتينز دي عباره عن ايه؟ طبعا البروتينز دي يا جماعه عباره عن انها بتبقى حاجات موجوده في جسمنا، ودي بتعمل عندي وظائف حيويه في الجسم بتاعي. تمام. يعني البروتينز دي بتبقى عبارة عن مكون من مكونات الجسم بتاعي. طبعا هي اخر حاجة بتتحرق عندي في يعني بقى بتتحرق بعد الكربوهيدرات، يعني بتبقى اكتر حاجة عندي بتبقى ثابتة عندي في الجسم بتاعي، والجسم بتاعي بيستفاد منها. تمام. طب انا عندي بقى يا دكتور، حد هيجي يقول لي مثلا ايه هي الفانكشن بتاعة البروتين؟ يعني مثلا ايه هي وظيفة البروتين، الفانكشن بتاعته؟ وظيفة البروتين بقى سهلة وبسيطة. أول حاجة أنا بستخدمه عندي في الإنزيمز، يعني في الإنزيمات. الإنزيمات دي يا جماعة عبارة عن بروتينز، يعني هنيجي ناخدها بعد كده. أنا عندي الإنزيمات اللي بتبقى موجودة في جسمي، اللي هي بتقوم عندي بالوظائف الحيوية بتاعتي. يعني إيه يا دكتور؟ يعني أنا مثلا وليكن أنا هقول لك مثلا إنزيم، وليكن مثلا زي إنزيم بتاع البيبسين مثلا، أو إنزيم مثلا اللاكتيز المسؤول عندي عن إنزيم اللبن، أو عن إنه يكسر اللاكتوز بتاعي، اللي هو عبارة عن سكر اللاكتوز بتاعي. تمام. اللي بيكسروا انزيم اسمه اللاكتيز. اللاكتيز ده عباره عن ايه؟ عباره عن انزيمز، والانزيمز ده يعني هو جزء من تكوينه هو اصلا بروتين. تمام. طب انا بقى وظيفته ايه بقى؟ ده بيسرع التفاعل بتاعي. يبقى انا وظيفه الانزيمات اصلا بتشتغل عندي ككاتاليست. تمام. الكاتاليست ده او العامل الحفاز ده، كاتاليست ده وظيفته ان هو بيسرع التفاعل. طب هو اصلا في الاساس ايه بقى اللي هو الانزيمز ده؟ اساسه ايه؟ اساسه اصلا في الاول هو عباره عن بروتين. تمام. يبقى انا اساس الانزيمات الموجوده عندي في جسمي دي عباره عن بروتينات. تمام. طب تاني حاجه برضو من الحاجات المهمه هو البولي بيبتايد هرمون. بولي هرمونز، يعني ايه بقى الهرمونات اللي موجوده في جسمي يا جماعه؟ الهرمونات دي عباره عن بروتينات. يعني انت مثلا اول مثلا ما تلاقي مثلا هرمون مثلا، هرمون وليكن مثلا اي هرمون اللي هو الكورتيزون او الكورتيكوسترويد هرمون. الهرمونات دي عباره عن اللي هو الكورتيكوسترويد مثلا هرمون. ده عبارة عن الهرمون مسؤول عندي عن ايه؟ مسؤول موجود عندي في الغدة القذرية. ده الهرمون بتاعي اللي هو بيطلع عندي من الادرينال جلاند. طبعا الهرمون ده بيكون اصلا مهم. طب الهرمون ده يا دكتور، انا لما جيت بصيت عندي في التكوين بتاعه، طبعا الهرمون ده بيكون يعني مهم عندي في الجسم بتاعي، اللي هو الهرمون الكورتيزون. بيفرز مثلا في حالة الايه، في حالة بتاع اللي هو وليكن مثلا البول بتاعي بيكون قليل مثلا، بيبدأ يطلع عندي هو الكورتيكوسترويد، يعني هو بيكون لها ميكانيزم معين. تمام. طب انا عندي اللي هو الكورتيكوسترويد ده، ده اصلا في الاساس ايه؟ الهرمون ده اصلا في الاساس برضو بروتين. تمام. طب انا عندي برضو حاجه تانية مثلا زي اللي هو الكونتراكتور بروتين. تمام. اللي هو زي البروتينات اللي هي اللي بتكون معروفه عندي هو في جسمنا اصلا. تمام. كونتراكتور بروتين عباره عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ قال لي مثلا زي اللي موجود عندي في المصل. ما هو المصل ده عبارة عن بروتينات. يعني مثلا حتى احنا بنقول مثلا لاي حد انت كل بروتينات كتير. ليه مثلا كل بروتينات كتير مثلا لاي مثلا واحد مثلا بيروح الجيم او بيلعب رياضة او كده؟ اكتر حاجة بيكون مهم فيها ان هو ياكلها هو عبارة عن البروتينات. بيقلل كارب وبيزود عندي بروتينات. تمام. حتى هتلاقيه مثلا بياكل بيض كتير، بياكل مثلا اسماك كتير، عشان خاطر يزود عندي الماسلز بتاعتي، اللي هو عباره عن لان البروتينات بتتخزن عندي في المصل. بس ده طبعا انا قلت لك البروتين بيكون موجود عندي في الهرمونز، بيكون عندي في الانزيمز، بيكون موجود عندي في الايه، في البروتينات اللي هي بتكون عندي موجوده في المصل. طب انا عندي برضو يا دكتور عندي ايه؟ برضو عندي كمان ستراكشر بروتين. ايه هو الاستراكشر بروتين؟ يعني عباره عن البروتين بتاعه، يعني بيكون عندي بنائي بروتين اصلا مهم عندي، او بيكون عندي اوريدي بيكون عندي موجود في جسمي. زي ايه مثلا؟ قال لي مثلا وليكن زي مثلا زي الكولاجين. طبعا احنا عارفين الكولاجين ده بيكون عندي موجود في البشره، بيكون عندي موجود في العظم. حتى احنا يا جماعه مثلا وليكن في العيد الكبير مثلا، حتى هتلاقيه مثلا بيقول لك لو كل مثلا العظم، او كل مثلا العظميه مثلا بتاعه الرجل مثلا، بيكون ما بين الغضاريف كده بتاعه الرجل بيكون فيه كولاجين. فحتى احنا بنقول كل دي مليانه بروتينات. فدي عباره عن برضو نوع من انواع البروتين، بس ده استراكشر بروتين. تمام.
برضو بيكون موجود عندي فين؟ بيكون موجود عندي بروتينات في البونز. البونز لو بصيت هتلاقي عندك فيه كالسيوم بترسب عندك، والكالسيوم ده بيكون عندي جواه بروتينات. تمام، طبعا عشان خاطر العضله تقوم بالوظيفه بتاعتها لازم يكون عندي فيه بروتينات متخزنه عندي جوه العضمايه عشان خاطر تقوم بالوظيفه بتاعتها. تمام. طب يا دكاترة برضو بيكون موجودة عندي فين او بيكون مسؤولة عندي عن ايه؟ هنلاقيها برضو ان البروتينات بتكون عندي موجودة في الجهاز المناعي في جسمي اللي هو عبارة عن الاميون سيستم. الاميون سيستم ده بيكون فيه عبارة عن ايه برضو؟ عشان تعرف ان البروتينات دي بتكون مهمة جدا في جسم الكائن الحي. برضو بيقول ايه بقى؟ بيقول انها هي مسؤولة عندي عن تكوين الاميونوجلوبولين. الاميونوجلوبولين ده عبارة عن ايه بقى؟ الاميونوجلوبولين ده عبارة عن ان في عندي في جهاز مناعي، وليكن مثلا يعني هتاخد عندي بعد كده الاي جي اي والاي جي والاي جي دي. هناخد بعد كده عندي في الجهاز المناعي في عندي اميونوجلوبولينز. تمام. طبعا احنا عارفين طبعا انا خدتوها او لسه هتاخدوها عندي، وليكن في عندي انواع معينه من الجهاز المناعي. طبعا احنا عارفين الجهاز المناعي بيكون فيه على بيكون شبه حرف الواي كده. تمام. وبيكون في حاجه بتلزق فوقيها، ده انتي بادي وده انتيجين. تمام. فانا عندي بقى عشان خاطر اول ما الانتي بادي يلزق عندي في الانتيجين بتاعي يبدا يتكون عندي زي ترانسميتر معين. تمام. الترانسميتر ده يبدا يشتغل ده كمحفز عندي للجهاز المناعي، يبدا يقول للجهاز المناعي اشتغل اتحرك، ده في جسم غريب دخل الجسم بتاعي. طب انا عندي اللي هو النيورو ترانسميتر، او انا عندي الحاجه اللي تبدا تشتغل دي او الترانسميتر ده بقول عليه ايه؟ بقول عليها اميونوجلوبولين. تمام. طب الاميونوجلوبولين ولكن مثلا زي الاي جي اي مثلا، اي جي اي مثلا ده عباره عن بيتكون اثناء ايه؟ اثناء الحساسيه. ولكن انت عندك الرجي مثلا لحاجه معينه، فتبدا عندك الماست سيلز تبدا تتكون، تبدا تتحسس، وبعد كده تبدا يحصل لها عمليه ديستربشن، تبدا تنفجر، وبعد كده يبدا الاي جي يبدا يتكون بقى كجهاز مناعي، يعني كاميونوجلوبين معين ان هو حصل فيه عندي خلل او حصل فيه انتي في فورم بادي بدا يدخل الجسم. تمام. طب انا عندي الاي جي اصلا في الاساس وده اللي بتكلم عليه مثلا، ده عباره عن ايه؟ ده برضو نوع من انواع البروتينات. يعني حتى لما هناخدها بعد كده لو اخدتوا مثلا اميونو سيستم، انتوا اخدتوا اصلا اميونو سيستم، ده بيكون فيه عندي عباره عن ايه؟ عباره عن الاميونوجلوبين دي عباره عن بروتينز. تمام. برضو يا جماعه برضو مهمه عندي في عمليه ايه؟ مهمه عندي في عمليه الترانسبورتيشن والستورج. يبقى انا قلت عندي الانزيمز، وقلت عندي الهرمونز، وقلت عندي الكونتراكت بروتين هي بتكون موجوده عندي في العضلات، وقلت عندي كمان ستراكشر بروتينز اللي بتكون موجوده عندي في البونز والكولاجين. انا قلت لك هي عامله زي الرجل مثلا بتاعه الخروف او بتاعه العجل، هتبص هتلاقي متخزن عندك الحاجات دي كلها. وقلت عندي كمان ده رقم 4، وقلت عندي كمان الاميونوجلوبولين. تمام. واخر حاجه عندي هو الاستورج والترانسبورتيشن. طب بيحصل بقى ايه في عمليه الاستورج والترانسبورتيشن بقى؟ هقول لك انا بقى بسيطه خالص، ان انت اصلا عندك كبروتين عندك انت عندك حاجه اسمها الهيموجلوبولين. طبعا احنا كلنا عارفين اللي هو الهيموجلوبولين ده عباره عن ايه؟ ده بيكون عندي مؤشر اساسي ان عندي مثلا مؤشر الانيميا بدات تزيد او بدات تقل. طب انا عندي من اسمها كده هيم وجلوبولين. هيم يعني عبارة عن ايه؟ يعني عبارة عن حديد، يعني دم. تمام. طب انا عندي بقى الجلوبولين ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن نوع، مش انا لسه قالك اميونوجلوبولين. بص اي حاجة اخرها جلوبولين ده عبارة عن ايه؟ بقول عليها نوع من انواع البروتينات. تمام. طب انا عندي الجلوبولين ده بتاع الهيموجلوبين، انا عندي بقى بيروح عندي يمسك ايه؟ بيروح عندي يمسك في الحديد. يعني انا عندي مثلا كرات الدم الحمراء كده مثلا بتبدا بقى تدور عندي على حديد، على اللي هو الفرس بتاعي. تمام. وتبدا تدور عليها في الدم، فاول ما بقى ما بتلاقيها بقى تبدا تمسك فيها، وتبدا برضو تمسك عندي في الاكسجين. تمام. يحصل عمليه ترانسبورتيشن ويبدا ينقل الدم عندي، يبدا ينقل عندي الدم اللي باقي خلايا الجسم. طب انا عندي الهيموجلوبين ده عباره عن نوع برضو من انواع البروتينات، يعني ده خلاص الكلام. طب ده مسؤول عندي عن عمليه الترانسبورتيشن، ان هو بينقل عندي الهيموجلوبين، بينقله عندي الاجزاء الجسم اللي هو عباره عن كرات الدم الحمراء اللي هو الار بي سيز بتاعتي، يبدا ينقلها لباقي اجزاء الجسم. وكمان بيعمل عمليه ستورج عندي الايه، لان هو كمان بيخزن عندي في عندي كمان نوع من انواع البروتينز اسمها البلازما بروتين. البلازما بروتين حتى هتبص هتلاقي اي حد عنده مشكله مثلا في الكبد او مشكله عنده في خلايا الكلى او الحاجات دي، يبدا يقول له ايه اعمل لي وظائف كلى، اعمل لي وظائف كبد. تمام. هتاخدوها بعد كده اللي هو الاي اس تي والاي ال تي والحاجات دي كلها. يعني دي كلها يا جماعه دي كلها بروتينات. تمام. يبقى اي حاجه في جسمك هي في الاساس اصلا بروتين. يعني ده كله عشان خاطر تعرف وظيفه البروتين قد ايه.
تمام. البروتين يا جماعه في كل اجزاء جسمنا، يعني انت بس انت تخيل الانزيمات اللي موجوده في جسمك دي عباره عن بروتينات، الهرمونز عباره عن بروتينات، عباره عن العظم بتاعك ده بيتكون اصلا جواه كولاجين، وجواه اصلا الكولاجين ده عباره عن بروتينات، حتى البشره بتاعتنا فيها كولاجين وكده برضو دي عباره عن بروتينات. لما بتيجي مثلا عايز تروح الجيم وكده وعايز العضله بتاعتك الماسلز اللي بتتكون دي عباره عن بروتينات. كرات الدم الحمراء اللي هو الهيموجلوبين عند البلازما كمان، اللي هو لما باجي مثلا بعمل وظائف كلى وظائف كبد، اي نقص او اي خلل عندي في الهرمونات دي، لما بيحصل عندي لا قدر الله فشل كلوي او بيحصل عندي مشكله في الكبد والحاجات دي كلها، ببدا اول حاجه بقول طب قيس لي البروتينات بتاعتي عباره عن ايه، شغاله ولا مش شغاله. لان لو مش شغاله وبدات تطلع عندي من البول او بتطلع عندي من اليورين بكميه كبيره، ببدا اشوف المشكله عندي في ايه بالظبط. تمام. طب انا عندي برضو قلت كمان الاميونوجلوبين عباره عن اللي هو المسؤول عندي عن الجهاز المناعي بتاع الاميونو سيستم، وقلنا طبعا ان هو منها مثلا هو الاي جي، انا ضربت لك كمثال يعني، انما في عندي حاجات مع اميونوجلوبينز تانية غير الاي جي اي يعني. بس انا عندي الاي جي ده مثلا وليكن بيفرز مثلا في حالات الحساسيه، وليكن مثلا لو عندك حساسيه جيوب انفيه، لو عندك حساسيه مثلا لماده معينه، يبدا الاي جي ده يبدا يشتغل عندك زي ما انا لسه قايله لك بالطريقه دي، وبعد كده بقى يبدا يفرز الماده بتاعته ويبدا يشتغل عندي كالجهاز المناعي يبدا يشتغل، فيروح يحفز الجسم ان هو يعمل كرد فعل مناعي يعني. تمام يا دكاتره. يبقى انا فهمت وظيفه البروتينز قد ايه، او انا عندي اهميه البروتينز قد ايه. ندخل بقى يا جماعه على الجزء المهم بقى، ندخل بقى على المحاضره بتاعتنا، يعني ده كلها كانترو بسيطه. هنبدا ندخل بقى عندي على المحاضره بتاعتنا. تمام. بقول لي بقى ان البروتينز دي عباره عن ايه. البروتينز اول حاجه انا هتكلم عندي في البيلدينج يونت بتاعتها، وهتكلم كمان على الكيميكال اليمنت بتاعت البروتينز بتاعتي. تمام. اول حاجه انا هتكلم عندي على البروتينز. عندي طبعا ان البروتينز ده يعني هي مركب بيكون طويل كده. تمام. طب انا عندي البروتينز ده بيكون بقى يعني بيكون في حاجه اسمها سب يونتس، اللي هو اصلا الاساس بتاع البروتين ده عشان خاطر يتكون اصلا اساسه ايه، اساسه كذا حمض امينو اسيد لازقين في بعض بدا يكون لنا عندي البروتينز بتاعي. تمام. يبقى انا عندي كذا امينو اسيدز تمام اتجمعوا مع بعض وبداوا يتحدوا مع بعض عشان خاطر يكونوا البروتين بتاعي. يبقى انا عندي البيلدينج يونت بتاعه البروتين عندي هي عباره عن الامينو اسيد بتاعتي. طب الكيميكال اليمنتس او انا عندي العناصر بتاعه الامينو اسيد ده بقى هقولها دلوقتي. انا عندي البروتينز ده عباره عن ايه، او الاستراكشر او الصيغه بتاعته عباره عن ايه. قال لي هو عباره عن كربون ماسك فيه سي او اتش اللي هو عباره عن مجموعه كربوكسيليك، وماسك فيه مجموعه امينو NH2، وماسك فيه H، وماسك فيه R. طب ايه دول بقى يا دكتور؟ قال لي هو ده الصيغه البنائيه او الصيغه بتاعه الحمض الاميني. الحمض الاميني عباره عن ايه، عباره عن مجموعه كربوكسيليك، وعباره عن مجموعه امينو. تمام. وعباره عن H عباره عن هيدروجينه، وعباره عن R. تمام. يبقى انا عندي هنا كربوكسيليك جروب، يبقى انا عندي حمض. طب انا عندي الحمض البي اتش بتاعته بتبقى ايه، بتبقى اسيدك. تمام. بتبقى اسيدك. طب انا عندي الاتش 2 دي عباره عن ايه، البي اتش الكالاين لان هو ده قلوي. تمام. فالبي اتش هتبقى ايه، هتبقى الكالاين. طب انا عندي بقى الار دي عباره عن ايه، ده عباره عن السايد تشين بتاعتي. يعني ايه سايد تشين، يعني ده بتوع كل شويه ممكن تقعد تتغير. يعني ايه، يعني ممكن ولكن مثلا اخليها سي اتش 3 مثلا في مركب، ولكن مثلا نخليها مثلا فالين مثلا يعني. طب مثلا لو غيرتها مثلا حطيت مثلا كربونه معاها كربونه مثلا معاها كربونه تانية، فهقول ده مركب تاني مثلا يوسين مثلا. تمام. طب انا مثلا لو عملت مثلا وليكن ترشري مثلا بيوتايل مثلا، وحطيت كمان كربونه مثلا، فهيبقى ايزوليوسين. تمام. فدي السايد تشين دي بقى اهم نقطه عندي في المركب بتاعي، لان هي بتحدد عندي نوع الحمض الاميني بتاعي. يبقى تاني، يبقى انا بحدد عندي نوع الحمض الاميني بتاعي من ايه، من الار دي، من السايد تشين بتاعتي. يبقى انا عندي كربوكسيليك اسيد، وعندي امينو جروب، وعندي الار بتاعتي اللي هو السايد تشين بتاعتي اللي بتحدد عندي نوع الحمض الاميني بتاعي. طب انا عندي الكربونه دي عباره عن ايه بقى. بص، اي كربونه جنب فانكشنال جروب اساسيه بقول عليها الفا كربون. طب انا الفانكشنال جروب الاساسيه بتاعتي في المركب بتاعي ده عباره عن كربوكسيليك جروب. تمام. يبقى انا الكربونه اللي جنبها هتبقى عباره عن ايه، هتبقى عباره عن الفا كربون. تمام. يبقى الكربونه دي بقول عليها الفا كربون.
تمام. وعندي دي عباره عن مجموعه الامينو، ودي عباره عن مجموعه الكربوكسيل. حد هيجي يقول لي بقى طب انا عندي يا دكتور بقى البي اتش بتاعه المركب دي عباره عن ايه بقى؟ قال لي البي اتش بتاعه المركب ده كله على بعض عشان خاطر هو كربوكسيليك والكلاين، فهتبقى البي اتش بتاعتي نيوترال يعني تقريبا مثلا 7.4. تمام. ده البي اتش بتاعتي عشان انا عندي هنا اسيدك والكلاين، فانا بيحصل عمليه بالانس، بيحصل عمليه توازن بينهم وبين بعض. طب حد يجي يقول لي بقى يا دكتور لما انا مثلا بعمل عمليه دوسيشن، يعني ايه دوسيشن؟ يعني مثلا باجي بحط المركب بتاعي ده في الميه، فباجي بشيل عندي الاتش دي، فبيتحول دي لنيجاتيف تشارج، وباجي بحط دي عندي برضو في الميه فبتتكسر وبتحول عندي ايه لان اتش 3 موجب. يبقى دي فقدت هيدروجينه ودي خدت الهيدروجينه التانية بتاعتها، لان انا اصلا ده طبعا عملت عمليه دوسيشن، يبقى انا عندي الحمض يفقد هيدروجين. طب انا عندي القلوي بيحصل ايه؟ بيكتسب عندي هيدروجين. تمام. طب بيحصل عندي لو انا عندي مركب ده عندي موجب وعندي سالب، بقول عليه ايه بقى يا جماعه؟ بقول عليها حاجه او مصطلح اسمه زويتر ايون. زويتر ايون، المصطلح ده مهم. ايه هو الزويتر ايون ده بقى يا دكتور؟ ده عباره عن ان المركب بيكون فيه شحنه موجبه وشحنه سالبه، الاثنين يعني مركب فيه شحنتين، الشحنه الموجب والشحنه السالب. فبقول على المركب ده بقول عليه فيه حاجه اسمها زويتر ايون. طب والزويتر ايون ده يا دكتور النيت تشارج بتاعتها تبقى كام؟ يعني انا مثلا عندي هنا سالب وعندي موجب، فبديهيا كده انا لما اجي مثلا اجمع، يعني مثلا وليكن ده -1 مثلا وده -1، لما اجي اجمع اقول مثلا 1 ناقص 1، هيبقى النيت الشارج بتاعتي كام؟ هيبقى بصفر. يبقى انا عندي في النيت الشارج بتاعتي الزويتر ايون، لو انا مركب ده بتاعي مثلا بالشكل ده، فاقول النيت الشارج بتاعتي هيساوي 0. تمام يا دكاتره، النقطه دي مهمه. ندخل بقى يا دكاتره عندي طبعا على الاستراكشر بتاعي. طبعا الحاجات دي كلها لسه شرحها زي ما لسه قايله دلوقتي بالظبط نفس الكلام. ده طبعا الاستراكشر بتاع البروتين عندي. ندخل برضو على نقطه مهمه، هو البيبتايد لينكج. ايه هي البيبتايد لينكج بقى؟ بيقول لي ان انا لو انا عندي حمض اميني، تمام، انا مسكته، انا الحمض الاميني اخره كده، انا عندي سي او اتش وعندي ان اتش، مسكته في حمض اميني تاني، تمام. طبعا ده الار دي عباره عن السايد تشين بتاعه المركب بتاعي. لما انا باجي بمسك الحمض الاميني ده في الحمض الاميني ده، يعني عندي سي او اتش هبدا امسكها عندي في الان اتش، الرابطه اللي ما بينهم دي بقول عليها بيبتايد لينكج. دي من اساسيات عندي الامينو اسيد. يعني الامينو اسيد عشان خاطر يمسك في الامينو اسيد اللي بعديه بيبداوا يرتبطوا ببعض ببيبتايد لينكج. يعني بيبتايد لينك عباره عن رابطه كده بتبقى بيبتايديه تبدا تمسك عند الحمض الاميني ده في الحمض الاميني ده، تمام. بقول لي بقى انا عندي السي او اتش طبعا مش بتدخل عندي في التفاعل، والان اتش يعني ما فيش غير الايه الهيدروجين، يعني بيكون ما بينهم في ايه زي رابطه هيدروجينيه كده، يعني هيدروجين بوند. يبقى انا اهم حاجه عندي هو البيبتايد لينكج دي. لما باجي بربط حمض اميني بحمض اميني تاني بيبقى بربطها بايه؟ بيبتايد لينكج مهمه. بقول لي بقى ندخل بقى عندي على الكلاسيفيكيشن. طبعا يا جماعه انا عندي طبعا الامينو اسيد بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن هو موجود في الطبيعه عندي يعني حوالي 300 امينو اسيد، تمام. بس انا عندي كام امينو اسيد داخلين عندي في تصنيع البروتين؟ عندي هما 20 امينو اسيد عندي بيدخلوا عندي في تصنيع البروتين. فانا دلوقتي انا هاخد عندي 20 امينو اسيد بيدخلوا في تصنيع البروتين. طب انا بقى الكلاسيفيكيشن عندي الموجوده عندك مثلا يعني هو طبعا في كلاسيفيكيشن احسن من كده، بس يعني انا هقول لك الكلاسيفيكيشن الموجوده عندك في المحاضره. الامينو اسيد الكلاسيفيكيشن بتاعها بقى الموجود عندك في المحاضره. فقال لي اول كلاسيفيكيشن عندي نون بولر دي مش بيكون عليها يعني نون بولر، هي مش يعني مش ما بتكونش بولر، بس في نفس الوقت يعني هي ايه يعني بتبقى اليفاتيك يعني. فانا عشان كده بقول عليها ايه؟ بقول عليها ملهاش رينج، وفي نفس الوقت هي مش بولر يعني ما فيهاش سي او اتش، تمام. طب انا عندي برضو نوع تاني انتشارجد دي يعني شحنه متعادله، يعني هي عليها سي او اتش وبرضو عليها ان اتش 2، تمام. فانا عندي الاتنين بيساووا بعض ايكوال لبعض، فعشان كده بقول عليها انتشارجد، فعشان كده الشحنه بتتلغي عندي، تمام. وتالت نوع عندي هو الاسيدك ده عباره عن ان السي او اتش عندي تمام اكتر من ان اتش 2. طب انا عندي بقى البيزك عندي ال NH2 اللي بتكون موجوده عندي في المركب اكبر من او اكتر من السي او اتش تاني. يبقى انا عندي المركب بتاعي اما يكون عندي بيزك ال NH2 اكبر من السي او اتش، اسيدك السي او اتش عندي اكبر من ال NH2، تمام. انا تشارجد او بقول عليها نيوترال يعني متعادل، انا عندي السي او اتش وال NH2 هما الاثنين ايكوال لبعض. نون بولر هو مش بولر، بس في نفس الوقت هو برضو ايه مش عليه شحنه،
تمام. فعشان كده انا بقول عليه ان شارج، ده مش عليه شحنه، ده نيوترال عندي. ونون بولر ده ما فيهوش مثلا، يعني هو عباره عن نون بولر ده اللي هو بيكون عباره عن كربونه يعني. تمام. انا حطيت الار مكان الار حطيت كربون، فعشان كده بقول عليها نون بولر. وعندي كمان الان تشارج اللي هو عندي سي او اتش والان اتش 2 قد بعض. فانا عندي بقى النون بولر انا قسمتها 3 تقسيمات كده. ايه هما بقى؟ عندي اول تقسيمه عندي اليفاتيك. طبعا انا مش هدخلك برانشد وان برانشد والحوار ده والقصه دي كلها. انا هدخلك عندي في الالفاتيك عندي الجلايسين والايه والالانين. بص ده اي بي سي. الجلايسين والالانين ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا جبت عند الحمض الاميني بتاعي اللي هو عباره عن سي وسي او اتش وان اتش 2 واتش هنا، بس انا حطيت مكان الجلايسين بقى ايه؟ حطيت هنا اتش، يبقى ده الجلايسين بتاعي. تمام. طب والالانين بقى؟ طب انا عندي بقى الالانين برضو سهله برضو ان انت تشيل عندي الاتش دي وتحط مكانها سي اتش 3. تمام. يبقى انا الفكره انت لازم تعرف عندك المركب ده اليفاتيك، هو عباره عن ما فيهوش اي حاجه خالص، هو مركب عباره عن كربونه مع كربونه، انا حطيت مره اتش ومره حطيت سي اتش 3، فهو مركب اليفاتي وعادي وبسيط خالص. تمام. فعشان كده انا بقول عليها نون بولر، هو مش عليها اي شحنه. يعني انت عندك الاتش دي فرقت في حاجه؟ لا، ما فرقتش في اي حاجه خالص. السي اتش 3 لما انت حطيتها كده، هل مثلا خلت مثلا مركب عندك السي اتش 3 والان اتش 2 بيساووا بعض ولا الكلام ده كله؟ لا، هو اصلا المركب بتاعي ده مش بولر اصلا. تمام. يعني البولاريتي بتاعته مش موجوده. تمام. طب انا عندي بقى النوع التاني برضو عندي اروماتيك عندي اللي هو بيكون ليه حلقه. تمام. بس احنا نكمل كلامنا على الاليفاتيك. الاليفاتيك طبعا قلت الجلايسين والالانين. تمام. مش هدخلك بقى في قصه نانو برانشد والكلام ده كله. بعد كده هدخلك برضو على 3 مركبات تانيين هم برانشد. يعني انا بقول لك عليها برانشد وان برانشد، ده بيكون اسهل عندك لما تيجي تشوف المركب عندك قدام. تمام. انا عندي بقى البرانشد عندي او اللي بيكون لهم تفرع، هو انا عندي الفالين والليوسين والايزو ليوسين. ده عباره عن ايه بقى؟ الفالين ده عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ان انا حطيت عندي مكان الار دي حطيت سي اتش 3 سي اتش 3، فحطيت هنا ايه بقى؟ حطيت هنا مركب، فعشان كده بقول عليها برانشد. طالما طلع منها التفرع ده بقول عليها برانشد. تمام. بقول عليها ايه بقى؟ ده عباره عن فالين، بقول عليها ايزو بروباين اللي انا حطيته دي. طب انا عندي بقى طب بعد كده عندي ايه بقى؟ بعد كده عندي اليوسين بقى عباره عن ايه بقى؟ عباره عن سي اتش ماسك فيها سي اتش وماسك فيها سي اتش 3 الناحيه دي وسي اتش 3 الناحيه دي. طب دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ايزو بيوتايل. تمام. فعشان كده بقول عليها يوسين. والايزو ليوسين برضو نفس الكلام. يعني انت مش مهم تعرف الاستراكشر يعني قوي، بس انا مهم اعرف الكلاسيفيكيشن عندي. يبقى انا اول نوع عندي انا قلت الاليفاتيك نون بولر، عندي جلايسين ده اسهل مركب عندي، الار هحط مكانه اتش. عندي بعد كده الالانين، وبعد كده عندي البرانشد عندي اللي هو بيكون ليه تفرع فالين وليوسين وايزوليوسين. تمام. طب انا ادخل برضو على النوع التاني من النون بولر هو الاروماتيك. يبقى انا كده خلاص الالفاتيك جلايسين والالانين والفالين والليوسين. تمام. وعندي كمان برضو نوع كمان تاني هو عبارة عن الميثيونين. الميثيونين ده عبارة عن ايه؟ طبعا الميثيونين ده كان اول ما ببدأ عندي اللي هو ترانسليشن، عملية الترانسليشن بتاعة بتاعة الار ان اي سوري، بتاع تصنيع البروتين. كنت بقول لك اول حاجه او اول كود عندك انت بتعمله عشان خاطر يبدا عمليه الترانسليشن عندك كان الميثيونين، يعني اللي فاكره يعني. تمام. ده عباره عن حمض اميني كنت بستخدمه في عمليه الترانسليشن ككود يعني بدء يعني. تمام. طب الميثيونين ده بيكون ايه بقى المميز فيه؟ المميز فيه ان هو بيكون فيه سلفر جروب. تمام. يعني ده الحاجه اللي بتميزه، يبقى لازم تعرفه. يبقى انا عندي كده جلايسين والالانين قلت انها عباره عن نون برانشد. البرانشد عندي فالين والليوسين والايزوليوسين. واتكلمت عندي عن الميثيونين هو عباره عن برضو اليفاتيك نون بولر. والليوسين ده سوري الميثيونين ده بيكون فيه مجموعه سلفر. تمام. بيكون فيه يعني مجموعه سلفر زياده. تمام. طب بعد كده بقى ندخل عندي على الاروماتيك عندي عباره عن ايه بقى؟ الاروماتيك عندي عباره عن فينايل الانين، عباره عن فينايل الانين، وعباره عن ايه كمان؟ وعباره عن تريبتوفان. طب انا عندي الفينايل الانين ده والتريبتوفان، حد فاكر التريبتوفان ده كان بيكون عباره عن ايه؟ التريبتوفان ده اللي بيكون عندي لما انا بشرب كوبايه اللبن يبدا التريبتوفان يبدا الحمض الامين ده يفرز في جسمك، فده بيساعد على النوم او عمليه الاسترخاء. تمام. ده عباره عن اندول رينج.
مش لازم تعرفها يعني. طيب الفينال الانين دي بقى انا بقول من اسمها عباره عن اروماتيك. طب عباره عن ايه بقى؟ ليه بقول عليها اروماتيك؟ لانها عباره عن حلقه بنزين. انا بعمل ايه بقى عندي في المركب بتاعي؟ انا بحط مكان الاتش دي بحط مكانها حلقه بنزين، فبكون الشكل بتاعي بيكون كده سي او اتش الناحيه دي، سي اتش ان اتش 2، وادي ماسك فيها ايه؟ سي اتش ماسك فيها حلقه بنزين، فانا من اسمها فينايل الانين. تمام. انا عندي يبقى دي مجموعه الفينايل بتاعي، وادي زي الالانين بالظبط. مش انا الالانين بتاعي كان عندي عباره عن هنا مكانها سي اتش 3، تمام، فانا حطيت بقى مع السي اتش 3 حطيت عندي الفينايل مجموعه الفينايل، فعشان كده سميتها فينايل الانين. تمام. التريبتوفان برضو نفس الكلام، بس انا عندي عباره عن اندورنج، يعني عباره عن عندي مع حلقه البنزين عندي يا جماعه في مجموعه ايه؟ اندول رينج موجوده عندي في المركب بتاعي، فعشان كده انا حطيتها عندي في الاروماتيك نامبولر. تمام. يبقى انا قلت عندي تاني النامبولر عندي اليفاتيك، عندي جلايسين، وعندي الانانين. عندي ده نون برانشد، البرانشد ده عندي فالين وليوسين وايزوليوسين. عندي الاروماتيك عندي عباره عن ايه؟ عباره عن فينايل انانين، وعباره عن تريبتوفان اللي هو عباره عن الاندور رينج. تمام. اخر حاجه عندي سايكليك، عشان كده انا قلت كان يعني تصنيفها تانية كانت هتبقى احسن من دي، بس عادي يعني. عندي برضو ايه كمان؟ برضو عندي من السايكليك اللي هو بقول عليها هيتيرو سايكليك رينج. عندي ايه بقى من هيتيرو سايكليك رينج؟ حاجه مميزه خالص يا جماعه. الحمض الاميني ده اسمه ايه بقى يا دكتوره؟ اسمه برولين. اسمه برولين، احفظ الاسم ده كويس. البرولين ده بقى ايه بقى؟ يعني انا بعد ما خلاص قالوا بقى الحمض الاميني والاحماض الامينيه بقت 19، فقالوا لا يا عم ده في لسه حمض اميني طلع ظهر جديد. طب ليه بقى انا ما حطيتش البرولين عندي وكنت بحطه دايما في الاخر عندي؟ عشان خاطر انا لقيت عندي البرولين ده عباره عن ايمينو جروب، او عباره عن سكندري امينو جروب مهمه، عباره عن ايمينو جروب. ايه بقى الايمينو جروب؟ يعني ايه؟ يعني مثلا بدل ما كانت عندي هنا NH2 مثلا بقت NH بس، فعباره عن بقول عليها سكندري امين. تمام. يعني انا عندي الحمض الاميني بتاعي الحمض الاميني بتاعي الطبيعي يبقى انا عندي هنا NH3. تمام. انا بقى عندي في البرولين دي عباره عن ايه؟ عباره عن NH2 بس، فعشان كده بقول عليها ايمينو جروب. انا كده مش ده الحمض الاميني بتاعي، مش ده الامينو جروب بتاعتي، فعشان كده انا بقول عليه ايه بقى؟ بقول عليها سكندري امينو جروب. ده مهم. سكندري امينو جروب، يبقى سكندري امينو جروب او الايمينو جروب بتبقى موجوده عندي في الايه؟ في البرولين. تمام. انا عندي عباره عن حلقه بنزين كده. تمام. هي هيتروسايكليك، يعني هيتروسايكليك عباره عن، يبقى انا عندي البرولين ده هو عباره عن ايمينو جروب سكندري امين. هو طبعا انا عندي هو NH2. تمام. موجود عندي بالاستراكشر ده. اول ما ابص عندي الاقي الاستراكشر ده كده وعباره عن 5 ريجد ممبر، يعني عباره عن حلقه خماسيه كده بالشكل ده، فبقول عليها برولين. طبعا البرولين عشان خاطر انا عندي ده عباره عن سكندري امينو جروب. تمام. طب انا عندي طيب البرولين ده اللي هو عباره عن سبيشالي امينو اسيد ده بيدخل في عندي في تصنيع عندي الكولاجين عندي يعني كبروتين، يعني بيدخل عندي الامينو اسيد عندي في التصنيع بتاع الكولاجين بتاع البروتين بتاع الكولاجين. تمام. يبقى انا عرفت عندي الخاصيه. بعد كده بطل هنتكلم عندي على جزء مهم يا دكاتره، هو من ضمن الخصائص بتاعه الامين اسيد النون بولر، انها بتبقى عندي هيدروفوبيك يعني ايه؟ يعني هي عندي عشان خاطر بيكون فيها كربونز كتير. تمام. فما بيكونش فيها اي جزء بولر، يعني هي ما بتكونش هيدروفيليك انها بتدوب في الميه. يعني احنا عندنا مثلا بنحكم على مركب ان هو هيدروفيليك ان هو بيدوب في الميه لما بيكون عندي فيه وليكن كربوكسيليك اسيد، بيكون عندي مثلا فيه اي حاجه بتدوب في الميه. تمام. طب انا عندي مركب بتاعي ده كله كربونز، يعني الار بتاعتي كلها كربونز. تمام. هيبقى عنده طبيعي بديهيا هيبقى عنده هيدروفوبيك. تمام. طب انا عندي بقى المركب مثلا لما يبقى هيدروفوبيك فبالتالي بقى هيدوب عندي يعني مثلا في الميه او كده، ولا هيبقى متحوط؟ لا، هيبقى متحوط. تمام. فانا عندي عشان المركب بتاعي نون بولر هيدروفوبيك، فبالتالي بيحيط عندي الايه؟ بيبقى عندي امبيدد يعني بيكون عندي مغروس جوه الليبيد. تمام. فعشان كده انا بقول عليها امبيدد في الليبيد. تمام. فهنا بقى بيتكلم عندي بقى عندكم في المحاضره ان انا عندي الهيدروفوبيك نون بولر عندي فيه ممبرين، في عندي ممبرين بروتين،
ممبرين بروتين ان هو بيكون عندي على سطح البروتين من بره، تمام، بس بيكون عندي هيدروفوبيك، يعني هو بيكون عندي محب للجزء ايه، يعني مثلا مش انا عندي في هيدروفيليك محب للميه او عندي هيدروفوبيك محب للدهون، فانا عندي ده بتعمل عندي امبيدد بالايه في الليبيد، يعني هي بتبقى عندي على سطح البروتين عندي عشان خاطر يبقى هي خاصه بالجزء الليبيد عندي اللي في الايه اللي في الخليه بتاعتي، تمام. وعندي كمان ان ممكن يكون عندي البروتين عندي بيكون عندي ممكن يكون سوليبل، يعني ممكن كمان البروتين ده يدوب، فانا محتاجه حاجه مثلا وليكن زي المايسل مثلا، تمام، فانا محتاجه حاجه مثلا تدوب عندي في الخليه دي، فانا باخد عندي اللي هو الهيدروفوبيك النون بولر دي عشان خاطر يبدا البروتين بتاعي يبدا يدخل عندي جوه الخليه بتاعتي، تمام. يبقى انا قلت الفايده بتاعت النون بولر هو هيدروفوبيك بيكون عندي امبيدد في الليبيد، وعندي كمان قلت البرولين عندي فايدته ان هو بستخدمه عندي في الكولاجين، تمام. وقلت كمان ان البرولين ده عباره عن امينو جروب، تمام، وعباره عن سكندري امينو جروب. بعد كده هدخل عندي بقى هبدا بالاسيدك والبيزك، وبعد كده اخر حاجه عندي في الانشارجد عشان طويله شويه، تمام. تاني حاجه عندي الاسيدك، انا قلت الامينو اسيد الاسيدك بيكون عندي سي او اتش بتاعها بيكون عندي اكتر من الان اتش 2، تمام. طب انا عندي مثالين بس، ايه هما بقى؟ عندي الاسبارتيك اسيد والجلوتاميك اسيد، دول عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ان انا نفس الصيغه بتاعه الحمض الامين، هو عباره عن سي او اتش الناحيه دي، وادي عندي هنا الالفا كربون، وانا عندي هنا الاتش، وعندي هنا الان اتش 3، تمام، وعندي هنا بقى سي اتش 2 سي او اتش، يعني هنا عندي سي او اتش الناحيه دي وعندي ده بوندو، تمام. فعشان كده المركب بتاعي ده بقول على اسبارتيك اسيد، لان انا عندي سي او اتش الناحيه دي وسي او اتش الناحيه دي، فانا المركب بتاعي بقى ايه؟ بقى اسيدك اكتر، تمام. طب انا المركب بتاعي لما بيكون عندي اسيدك، يعني عندي سي او اتش الناحيه دي وسي او اتش الناحيه دي، يبقى هتبقى البي اتش بتاعتي هتبقى عاليه ولا قليله، ولا هتبقى عندي 7؟ لا، هتبقى قليله، هتبقى عندي طالما عندي البي اتش عندي بقت اسيدك، فهتبقى عندي البي اتش ايه؟ البي اتش هتبقى عندي تحت السبعة، اقل من 7، تمام. يعني مثلا تقريبا مثلا بي اتش تقريبا 3 او 2 و7 حاجه زي كده، تمام. فانا عندي ده الاسيدك، عندي الاسبارتيك اسيد وعندي الجلوتاميك اسيد. بعد كده ندخل عندي في البيزك بقى، عندي مثالين على البيزك، عندي اللايسين والارجينين. اللايزين عباره عن ايه بقى؟ عباره عن البيزك ده عباره عن ايه؟ البيزك عباره عن امينو اسيد لان انا في ان اتش 2 عندي اكتر من السي اتش، تمام. زي عندي اللايسين وزي اللي عندي الارجينين. طب ده مثال على ايه بقى؟ المثال اللي انا بقى هحط عندي سي او اتش الناحيه دي، تمام، وادي عندي برضو الالفا كربون، وادي عندي اتش الناحيه دي، وعندي ان اتش 3، وعندي هنا كمان سي اتش 2، وعندي ان اتش، تمام، ومعاها كذا ان اتش كده تحتها يعني، تمام. يعني عندي كمان كربونه وبعد كده عندها ايه؟ ان اتش برضو 2، تمام. فانا بقول على المركب ده بقول عليها لايزين او ارجينين. يبقى انا عندي هنا الان اتش بتاعتي بقت كتيره، بقت اكتر من، يعني عندي هنا ان اتش وعندي ان اتش وعندي ان اتش، تمام. فما انا عندي 3 ان اتش، بقت عندي اكتر من السي او اتش، تمام. طالما انا عندي الان اتش الموجوده عندي بتاعتي في المركب بقت عندي عاليه، بقت اكتر من السي او اتش، تمام. فانا بقول على المركب ده بقول عليه ايه؟ بقول عليها بيزك عشان خاطر انا البي اتش بتاعتي لقيت، يعني انت عندك هنا بي اتش مثلا 12 وعندي بي اتش هنا 12 وهنا البي اتش بتاعتك 2، فطبيعي ان دول يعني الكفه بتاعتهم هتبقى ارجح. فانا عندي في المركب بتاعي ده البي اتش عندي هتبقى فوق 7 ولا تحت 7 ولا 7؟ لا، هتبقى عندي البي اتش هتبقى فوق 7، هتبقى عندي اكتر من 7 عشان خاطر انا بتكلم عندي على الايه؟ على الوسط الالكالاين، تمام، عشان خاطر ان اتش 2 او البيزك. عندي بقى اللايسين وعندي الارجينين. برده مهم برده اخر مثال هو برده مهم، هو انا عندي الهيستidine ده بقول عليه ايه بقى؟ بقول عليها هيتيرو سايكليك، برده هيتيرو سايكليك. يعني ايه يا دكاتره هيتيرو سايكليك؟ زي ما انا لسه قايله دلوقتي في الايمينو جروب ان انا عندي بيكون عباره عن حلقه مثلا خماسيه او حلقه رباعيه. طب ده عباره عن حلقه ايه؟ بقول عليه ايه بقى؟ ايميدازول رينج، حلقه ايميدازول رينج، ده في الهيستidine، تمام. هو عباره عن ايه بقى؟ عباره عن سي او اتش الناحيه دي وادي سي و اتش وان اتش 3، بس هنا بقى عباره عن ايه بقى؟ هنا عباره عن ادي ايميدازول رينج، فالايميدازول رينج عباره عن حلقه كده، تمام، عباره عن ان، ما هي ايميدازول يبقى عباره عن 2 ان عندي في المركب، فانا عندي هنا ان وعندي هنا ان، فعشان كده انا بقول عليها ايه بقى؟ بقول عليها ايميدازول رينج، ده اللي عباره عن الهيستidine بتاعي، تمام. الهيستidine ده بقول عليها ايه بقى؟ بقول عليها ويك بيز.
يعني هو عباره عن مركب بيزك، بس هنقف تحت البيزك بس البيزيست بتاعته بتبقى قليله. فانا عندي بقى على حسب الظروف المحيطه بيه ممكن يبقى عندي البيزيست بتاعته عاليه. يعني مثلا لو حطيته مثلا في وسط بيزك فبيبدا يحصل له عمليه ديسوسيشن، تمام، فبيبدا يبقى عندي بيبقى ايه، بيبقى نيوترال، تمام. يعني لو حطيته مثلا ويك بيزك ده حطيته في بيزك او في وسط يخلي عندي ان هو يحصل ان هو يفقد عندي او ياخد عندي الهيدروجين بتاعتي، تمام. فبيحصل عندي ايه بقى، بيحصل عندي ان هو بيحصل له عمليه ديسوسيشن، فبيبقى بالتالي بيبقى نيوترال. فانا عندي اللي هو الويك بيزك بتاع الهيستidine هو ويك بيز. امتى بقى بيكون بيزك وامتى بيكون نيوترال؟ على حسب الظروف، على حسب الظروف المحيطه بيه. لو الظروف المحيطه بيه بيزك فبيبدا يحصل له عمليه ديسوسيشن فبيبدا يبقى نيوترال، غير كده هو اصلا بيزك، تمام. تمام، يبقى انا قلت عندي في البيزك عندي لايسين وعندي ارجينين وعندي هيستidine. قلت عندي في الاسيدك عندي اسبارتيك اسيد وجلوتاميك اسيد، تمام يا دكاتره. نبدا ندخل عندي بقى على الانتشارج. عندي في المركب الالفاتي كدكاتره عندي 2. عندي واحد فيه زياده من الاو اتش، وعندي واحد تاني فيه زياده من السلفر بتاعتي، تمام. طب عندي بقى الاتنين اللي فيهم زياده من الاو اتش اللي هو بيكون عندي فيه او اتش زياده يعني، تمام. عندي ايه هما؟ عندي سيرين والسيريونين. السيرين والسيريونين دول يا جماعه مركبات مهمه، تمام. دول بقى بيعملوا ايه؟ ان هما بيعملوا عندي الهيدروكسيل جروب اللي في الجروبات دي. يعني انا عندي مركب عادي، تمام، يعني هو عباره عن كربونه سي اتش ناحيتي، وعندي هنا الفا كربون، وعندي هنا اتش، وعندي ان اتش 3، تمام. وعندي هنا ماسك عندي في الكربونه بتاعتي ماسك فيها او اتش. فانا عندي بقول عليها في المركب ده بيكون فيه عندي زياده من الاو اتش، او عندي مثلا كربونه والكربونه دي ماسك فيها او اتش الناحيه دي، تمام. فعشان كده انا بقول عندي على المركب ده بيكون عندي فيه زياده من الاو اتش. طب ايه بقى فايده الاو اتش بقى؟ الفايده الاو اتش او الهيدروكسيل جروب اللي عندي دي قال لي بقى بتعمل عمليه اتاتشمنت للايه بقى، للاوليجوساكرايد. الاوليجوساكرايد في عمليه الجلايكوبروتين عشان اتكون عندي اللي هو السكر بتاع الجلايكوبروتين، اللي هو السكر بتاع الجلوكوز، يعني اللي هو بوصل عندي الجلوكوز، بوصل عندي عمليه مثلا بستخدمه ان هو بوصل الجلوكوز للترانسميتر بتاعي. فانا بستخدم عندي الايه، بستخدم عندي السيرين والايه والسيريونين، تمام. طب انا عندي بقى السلفر بتاعي بقى بستخدم مركب مهم جدا اسمه سيستين بس هو لازم يكون عندي وجود حرف الاي دي، تمام. فاقول على المركب ده سيستين. يعني ايه بقى؟ يعني انا بيكون عندي هنا مكان الاو اتش دي مكانها بيكون عندي سلفر، تمام. فانا عندي بقول على المركب ده بقول عليه سيستين، تمام. طب انا بقى بيقول لي بقى نقطه مهمه بقى، بيقول لي انا السيستين ده لو انا جيته، يعني انا عندي سي اتش الناحيه دي، تمام. لو جيت اربط مثلا اللي هو السيستين ده بسيستين تاني سي او اتش عندي الناحيه دي، وعندي الكربونه، وعندي اتش، وعندي هنا وعندي ان اتش 3، تمام، وعندي هنا اس اتش. انا عايزه اربط المركب ده اللي هو السيستين ده اللي هو اللي فيه الاي، مهمه الاي دي، والسيستين التاني عايزه اربطهم ببعض. بعمل ايه؟ بشيل اتش دي وبشيل اتش دي وبربط السلفر ده بالسلفر ده. بقول عليها بقى الرابطه ما بين بقى السلفر ده والسلفر ده جاي من اسمها ايه؟ اسمها داي سلفايد بون. بقول على الرابطه دي داي سلفايد بون، دي اللي بتربط عندي السلفر ده بالسلفر ده، تمام. مهمه. طب انا بقى بقول عندي على المركب ده اللي هو بيكون عندي عباره عن 2 سيستين، بقول عليه ايه بقى؟ بقول عليه سيستاين هو من غير الاي بتاعتي، تمام. عرفنا الفرق يا جماعه بين السيستاين والسيستين، وان انا لما بربطهم مع بعض بربطهم بداي سلفايد بوند. النقطه دي مهمه، تمام. يبقى انا اتكلمت عندي على السيرين والسيريونين، واتكلمت عندي على السيستين. بعد كده هدخل عندي على الاروماتيك عندي بقى دكاتره في الانشارجد، يعني هو مش بيكون عليها شحنه. يعني عندي بقى مركب زي ايه بقى يا دكتور؟ عندي اول حاجه مركب عندي واهم مركب عندي يا دكاتره هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الجلوتامين. انا لسه قايله دلوقتي الجلوتاميك اسيد، تمام. الجلوتامين ده عباره عن ايه؟ جاي من اسمها، انا عندي سي دبل بوند او وعندي ان اتش 2، فعشان كده بقول عليها الجلوتامين. يعني انا الجلوتاميك اسيد ده معروف اخرها سي اتش، تمام. اما الجلوتامين عباره عن ايه؟ عباره عن المركب بتاعي عباره عن هو السي اتش بتاعتي فيها سي، تمام. يعني عباره عن سي اتش الناحيه دي، وعباره عن سي، وعباره عن اتش الناحيه دي، وان اتش 3 الناحيه دي، تمام. بس عندي هنا ايه بقى؟ عندي سي اتش، تمام، وعندي هنا سي دبل بوند او، والسي مرتبطه عندي بان اتش، تمام، ان اتش 2. فعشان كده انا بقول على المركب ده جلوتامين، لان بيكون عندي عباره عن هو جلوتاميك اسيد بس بيكون عندي فيه ان اتش 2 في الاخر.
برضو زي مين؟ برضو زي الارجينين. يبقى انا عندي جلوتامين والارجينين زي بعض، الجلوتامين والارجينين. يبقى انا عندي يا دكاتره الجلوتامين وعندي الاسبراجين. طبعا انا لسه قايله دلوقتي الجلوتاميك اسيد والاسبارتيك اسيد، انا نفس الكلام بالظبط. انا جيت عندي في الجلوتاميك اسيد حطيت عندي امينو جروب، وفي الاسبارتيك اسيد حطيت عندي امينو جروب، فبقيت عندي ايه بقى؟ بقيت عندي ان تشارج. طبعا دي كلها يا جماعه اليفاتيك، يعني عندي الجلوتامين والاسبراجين دي كلها ايه؟ دي كلها اليفاتيك. عباره عن ايه؟ عباره عن المركب بتاعي بيكون فيه عندي سيدا بوند او، وعندي كمان ان اتش 2، تمام؟ فعشان كده بقول عليها امين، بس هو عباره عن الاصل، في الاصل الاساس بتاعه هو اسيد. فعشان كده انا بقى عندي الشحنه بتاعتي بقى ان تشارج، انا مش عارفه هو بقت شحنه موجبه ولا شحنه سالبه، تمام؟ فبقت نيوترال، يعني بقت شحنه متعادله. طب انا عندي بقى مثال عندي على الاروماتيك بتاعي، عندي مثال على ايه؟ التيروزين. التيروزين ده مثال عندي على الاروماتيك بيكون عندي ان تشارج، تمام يا دكاتره؟ يبقى انا عندي دلوقتي انا خدت الاحماض بتاعتي كام حمض؟ خدت 20، تمام؟ اول حاجه عندي انا بدات عندي بالاليفاتيك بالنون بولر، عندي اليفاتيك، عندي جلايسين وعندي الانين، وبعد كده قلت لك ده النون برانشد. البرانشد عندي فالين وليوسين وايزوليوسين. الاروماتيك عندي فينال الانين والتريبتوفان بتاع اللبن. وبعد كده قلت عندي سايكليك، عندي البرولين. طب انا قلت عندي سايكليك تاني زي مين؟ زي الهيستidine بتاع البيزك، عندي لايسين وارجينين وعندي هيستidine. الاسيد هندخل عندي على برضو حاجات بسيطه كده، بقول امينو اسيد ابريفيشن، يعني هو انا عباره عن ان انا برمز للرمز الامينو اسيد بتاعي، مثلا ممكن اعمله زي اختصار كده، زي ما انا لسه كنت بعمل مثلا، ولكن مثلا جلايسين مثلا بعمله كده بدل ما اكتب الاسم بتاعه كله، تمام؟ فانا هنا مثلا بقول لسيستين مثلا بعمله سيس مثلا. الهيستidine هو HIS مثلا، اول 3 حروف من الكلمه بتاعتي، ما عدا الايزوليوسين مثلا هو عباره عن LLE. طب والفالين برضو اول 3 حروف برضو فيه، تمام؟ هنا برضو جلايسين زي ما انا لسه قايله دلوقتي، الجلايسين وادي الانانين، وعندي السيرونين والبرولين، تمام؟ دي كلها الامينو اسيد اللي لسه متكلمه عنها دلوقتي. وعندي كمان هو التريبتوفان هو التريبت، والتيروزين هو TI وور، تمام؟ TI طب يا جماعة ندخل بعد ما خلصنا عندي الابريفيشن، ودي سهلة، انا قلت لك اول 3 حروف من كل حاجة. بعد كده ندخل عندي بقول الاوبتيكال بروبرتيز بتاعت الامينو اسيد، تمام؟ بقول ان انا الامينو اسيد طبعا هو عبارة عن بيكون فيها مثلا جزء اللي هو COH، تمام؟ وعندي الجزء اللي هو الهيدروجين، وعندي الكربون الفا، وعندي ال NH3 بتاعتي، تمام؟ وعندي الار بتاعتي دي. الار بتاعتي دي دايما بيكون فيها جروبس مختلفة غير عن الجروبس دي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا مثلا وليكن عندي الجروب دي مثلا ممكن تبقى CH3، ممكن تبقى CH3 مثلا معاها كذا حاجه، معاها مثلا زي الايزوبروبايل او ايزوبيوتايل بتاعه اليوسين والايزوليوسين، تمام؟ فانا عندي يعني الكربونه بتاعتي اللي هو الكربونه الالفا دي بيكون كل اللي حواليها بيكونوا مختلفين عن بعض. يعني انا عندي كربونه مع COH، يعني عندي كربوكسيل جروب، وعندي هيدروجين، وعندي NH3، وعندي كمان الار دي كمان مختلفه. فعشان كده انا بقول على الكربونه دي بقول عليها كايرال كربون. يعني ايه كربونه كايرال يا جماعه؟ يعني كربونه كل اللي حواليها مختلفين عن بعض، اخدتها قبل كده في الاورجانيك كيمستري وفي الاستيريو كيمستري، تمام؟ طب انا عندي بقى كلهم مختلفين عن بعض ما عدا ايه بقى؟ قال لي ما عدا حاجه واحده بس، او مركب واحد بس. هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الجلايسين. الجلايسين ده اكسبشن عشان الكربونه اللي حواليه بتبقى اكايرال. يعني ايه الكربونه اللي حواليه اكايرال؟ يعني الكربونه هتبص هلاقي عندي مثلا في الجلايسين عندي الفا كربون COH، تمام؟ وعندي هنا H، وعندي NH3، وعندي هنا H. فانا عندي H و H، يعني عندي الكربونه دي كده حواليها، يعني في حواليها اتشتين، يعني الاثنين زي بعض، تمام؟ فالكربونه بقى بالتالي يبقى مش كل حواليها زي بعض، فعشان كده بقول عليها اكايرال. يعني ايه اكايرال؟ يعني الكربونه من كل، يعني الكربونه في حواليها 2 شبه بعض، تمام؟ فعشان كده بقول عليها اكايرال، تمام؟ طب دي بقى بقول عليها ايه بقى؟ بقول عليها اوبتيكال ان اكتيف. يعني هي ما بتبقاش لما انا مثلا بشغلها او احطها تحت السبكتروفوتوميتر، ده الجهاز بتاع اللي بستخدمه في الاستيريو كيمستري، تمام؟ السبكتروفوتوميتر ده انا لما بحط عليه الجهاز ده بلاقي ان هو ايه؟ اوبتيكال ان اكتيف، ما بقدرش احدد بقى هو دي ولا ايه، تمام؟ طب انا بقى في المركبات اللي هي بتبقى كايرال وبتبقى عندي اوبتيكال اكتيف، قال لي بيكون لها جزئين، بيكون لها 2 فورمز، بيكون لها فورم ليفوتاتوري وديكستراتوري، تمام؟ عباره عن فورم دي وفورم ال. ده عباره عن حاجات انا بشوفها عندي، يعني مثلا زي يمين وشمال كده، تمام؟ في الاوبتيكال اكتيف. فبصيت لقيت عندي ان اغلب الفورمات اللي انا بشوفها عندي لما بشتغل عندي على الجهاز السبكتروفوتوميتر في الامينو اسيد بلاقيها ال، بس ده في ايه؟ في البكتيريا.
في الحاجات اللي هي مش شغاله قوي، يعني في الفانجس. طب انا عندي بقى في المامز، ولكن مثلا زي اللي هو البني ادم مثلا او الانسان او الهيومن، فانا عندي بيشتغل عندي ال، تمام. اما لو اي حاجه تانية هتبقى عندي بيشتغل عندي في الفورم دي اللي هو ديكستراتوري. اما عندي في الفورم ال زي ولكن ال انانين مثلا، فانا بقدر اشوفها عندي، بس ده في المامز في الايه في البني ادمين في الانسان يعني. يبقى انا اهم نقطه عندي تعرف ان الجلايسين ده بيكون اوبتيكال ان اكتف وهو غير الباقي، انما الباقي طبعا الكربونه بتاعته بتبقى كارير كربون. بعد كده بقى بيقول لي بقى من خصائص عندي الامينو اسيد ان هو بيكون عندي يعني هو سي او اتش وعندي ان اتش 3، تمام. فهو قال لي بقى هو يقدر يشتغل عندي هو كويك اسيد وكربونه وعندي ان اتش 3، تمام. فهو بقى بيقول لي هو عباره عن ويك اسيد وويك بيز، من الاستراكشر بتاعه كده تقدر تخمن هو ويك اسيد او ويك بيز، تمام. هو مش يعني مش حمض قوي مثلا، وكمان في نفس الوقت هو مش قاعده قويه، فانا بقول عليه ايه بقى هو ويك اسيد وويك بيز، فعشان كده انا بقول عليها ممكن استخدمه كبافرز. يبقى امينو اسيد كان اكت ابافر. يعني ايه ابافر؟ احنا عارفين طبعا قبل كده يا جماعه اخدناها في الاناليتيكال كيمستري، البفر هو عباره عن ويك اسيد او ويك بيز، انا بحطه عندي في التفاعل بحيث ان هو ما ياثرش على البي اتش بتاعه التفاعل بتاعتي، تمام. هي مش بتغير، مش بتعمل اي يعني مش بتعمل مثلا تغييرات اللي هي الفظيعه بتاعه البي اتش بتاعتي، بتعمل تغييرات بس بسيطه. فعشان كده انا بستخدمها عندي عشان اعرف التيتريشن بتاعي خلص ولا ما خلصش. زي ما انا مثلا كنت بعمل مثلا تيتريشن عندي للبوراكس، بعمل تيتريشن عندي للاتش سي ال اي حمض عندي مثلا، فكنت بحط عليه ويك اسيد او ويك بيز مثلا، بتغير اللون بتاعي من لون كذا لون كذا. فانا ده فايده البفر بتاعتي. فانا بقول الامينو اسيد ممكن استخدمها عندي كبفر لان هي ويك اسيد وويك بيز، تمام. بتقدر تعمل عندي ريزيست لسمول تشينجز عندي في الايه في البي اتش. هنا بقى بيقول لي بقى ان انا عندي البفر بتاعتي، طبعا احنا عارفين اخدناها برضو في الاناليتيكال كيمستري، برضو في اناليتيكال كيمستري 1. كنا بنقول عندي طبعا ان البفر عندي بيخضع عندي لمعادله اسمها هندرسون ايكويشن. هندرسون ايكويشن دي عباره عن معادله انا استخدمتها عندي او انا حطيتها ليه بقى؟ عشان خاطر انا بحط عندي الحمض بتاعي مثلا ده ويك اسيد، انا بحطه ايه؟ بعمل عمليه ديسوسيشن يعني بفكه من بعض. فبصيت لما لقيته بيفك بيطلع عندي بروتون وبيطلع عندي الحمض بتاعي، تمام. يعني ولكن مثلا زي الاسيتيك اسيد اللي هو عباره عن CH3COH، تمام. بيحصل ايه؟ بيحصل له عمليه ديسوسيشن يعني بيتحلل او بيتفك، فبيطلع عندي اتش وبيطلع CH3CO ايه نيجاتيف، يبقى بطلع اتش موجب وCH3CO سالب، تمام. فانا بقى عشان خاطر اقيس عندي مقدار الديسوسيشن او الاسوسيشن اللي حصل ده، فقال لي في عندي حاجه اسمها الكي ايه عباره عن مقدار التغير عندي في الهيدروجين وفي يعني انا بقسم عندي الجزء اليمين عندي على الجزء الشمال، تمام. فالكي ايه هتبقى عباره عن مقدار التغير عندي في الاتش في الهيدروجين بتاعته اللي هو البروتون بتاعي، وحصل ضرب اللي هو الكونجيوجيتد بيز اللي هو عباره عن الملح بتاعي اللي هو CH3CO على الايه على اللي ما حصلوش ديسوسيشن. يعني انا بقسم عندي اللي حصل له تحلل على الجزء بتاعي اللي ما حصلوش تحلل، فعشان كده انا بقسم عندي الشمال على اليمين، تمام. فانا بقى بقول ان انا كل ما كانت قيمه الكي ايه عندي عاليه، كل ما كان عندي ايه يبقى حصل ديسوسيشن بسرعه عاليه، يبقى كل ما كان عندي الاسيد بتاعي ايه الاسيد بتاعي كويس. هنا برضو نفس الكلام. فهنا بقى قال لي ايه بقى؟ قال لي خلاص انا مش عايزه اعرف الكي ايه، انا عايزه اللي هو الايه مقدار التغير عندي في الهيدروجين بتاعي عشان اطلع من البي اتش يعني، تمام. فانا عايزه اعرف مقدار التغير في الاتش. فهتعمل ايه الاتش عشان خاطر هتجيبها ازاي؟ يعني عباره عن معادله، ممكن تضرب طرفين في وسطين عادي، او ممكن تطلع عندك ان انت عارف ان هو الاتش مثلا، يعني انت مثلا عشان تعرف الاتش معاها الايه مثلا، تمام. انت عايز تجيب الاتش بس، فبتعمل ايه؟ فبتضرب الاتنين في بعض، فهتضرب الكي ايه في الاتش، تمام. انا ضربت الكي ايه في اللي هو الاتش ايه بتاعتي. طب انا عايزه برضو الاتش بس لوحدها، فبقسم عندي على الايه نيجاتيف اللي هو عباره عن مقدار التغير عندي في الملح بتاعي، تمام. فعباره عن ان الاتش بتاعي مقدار التغير في الاتش عباره عن الكي ايه في الاتش ايه اللي هو اللي ما حصلوش ديسوسيشن في الحمض بتاعي كامل على التغير في بتاع الايه بتاع الملح بتاعي اللي هو الايه. بعد كده قال لي بقى هعمل ايه؟ هاخد لوج. دي كلها خطوات عشان تعرف القانون يعني المعادله الاساسيه. بعد كده اخد اللوج. لما اخدت اللوج ده انا طلعت ايه؟ قال لي انا عباره عن لوج الاتش موجب بيساوي لوج الكي ايه زائد لوج الاتش ايه ناقص لوج الاي ماينس اللي هو عباره عن التحلل بتاع الملح. طب اشمعنى انا عملته ناقص؟ عشان خاطر انا اسمه، انا لما بقسم حاجه وباجي بعد كده بفكها في اللوجاريتم بالذات، فبيبقى عندي ناقص لوج الحاجه بتاعتي. يعني مثلا انا اسمى طيب على المقدار التغير عندي في الملح بتاعي، فعشان كده انا لما بقول عليها لوج ايه مثلا فبقول لازم اكتب قبلها ناقص عشان خاطر انا اسمى دلوقتي، عشان خاطر اعرف اللي لما يجي حد يعمل معادله ويحولها له الصوره دي يعرف ان في عندي اسمى،
تمام. طب انا بقى برضو انا استفدت ايه من ده كله؟ برضو انا استفدت من ده كله عشان خاطر يحصل بعد كده بقى، قال لي انا ضربت عندي في -1، ضربت في -1 عشان يبقى سالب لوج. طب انا سالب لوج عشان يجي بعد كده يقول لي ايه؟ يقول لي بي اتش يعني. تمام. عشان حد يجي يقول لي مثلا طب انا يا دكتور ضربت في -1 مثلا في المعادله دي كلها، ما كنت امشيها كده؟ لا، عشان خاطر يطلع لي في الاخر يقول لي طب هي لوج، انت مش هينفع تمشي باللوج. فهيقول لك بعد كده بقى البي اتش، البي اتش هتساوي البي كي اي زائد لوج الاي ماينس على الاتش اي. تمام. ده المعادله المهمه عندي، اللي هو عباره عن بي اتش، اللي هو عشان خاطر تعرف البي اتش بتاعتك كام. فانت بتجيب عندك البي كي اي عندك بتاعه المركب اللي هو التحلل بتاعه. تمام. زائد اللوغاريتم اللي هو الاي ماينس اللي هو عباره عن التحلل بتاعه بالسالب، الجزء السالب بتاعه، على اللي هو الاتش اي كله على الحمض من غير ما يحصل له اي تحلل. تمام. طب دي بستفاد بيها في ايه بقى؟ بيقول لي بقى بتستفاد بيها مثلا لو انت مثلا بقى بدأ بقى يغير لك بقى، يقول لك ايه؟ يقول لك بقى ان انت لو انت عملت مثلا ميكس ويك اسيد مع كونجوجيتد بيز، لو الاسيد ده ضفته مثلا بيحصل عمليه نيوتراليزيشن، بيكون عندك اتش اي. طب انت لو انت ضفت بقى قاعده بقى بتعمل ايه؟ تعمل عمليه نيوتراليزيشن للاتش اي، فبالتالي هتكون عندك الاي ماينس تاني. يعني انت مثلا لو انا حبيت اضيف اسيد، تمام، فانت بالتالي انت لما بتضيف اسيد عندك في الحمض بيحصل عندك ايه؟ بيحصل عندك ان الاي السالب ده تبدا تزيد. تمام. فالاي السالب لما بتبدا تزيد بتعمل عندك ايه؟ بتبدا تكون عندك اتش اي، يعني بيبدا التفاعل عندك يمشي في الاتجاه العكسي. طب انت بقى لما انت بتضيف عندك قاعده بقى، لما بتضيف القاعده بتتفاعل عندك مع الاتش اي، فلما بتتفاعل عندك مع الاتش اي القاعده دي بتروح عندك التفاعل عندك في اتجاه عندك تحلل، ويكون عندك الاتش اي الاي ماينس. تمام. فهنا بقى بقول الماكسيمم بافر كابستي بيحصل عندي في البي اتش لما بتكون عندي البي كي اي موجب او سالب 1 يونت. ندخل بقى في المهم. بعد كده بقى دكاتره هنتكلم عندي على الجزء واهم جزء عندي، نبدا هو الاسيد بيز بروبرتيز بتاعه الامينو اسيد بافر. بيقول لي بقى ايه اللي بيحصل بقى؟ بيقول ان انت عندك الاسيتيك اسيد هو عباره عن السي اتش 3 سي او اللي انا لسه قايلك عليه دلوقتي. تمام. بيحصل ايه بقى؟ ان الاسيتيك اسيد ده يعني انا مثلا لما جيت اقيس البي اتش بتاعته لقيت، او جيت احطه عندي في الفلاسكه بتاعتي، البي اتش بتاعته كانت 3.8. قلت تمام مفيش مشكله. عملت ايه بقى؟ بصيت حطيت مثلا عليه حاجه يحصل له عمليه ديسوسيشن عند ما حللته. تمام. فلما انا جيت حللته بقى لقيت عندي ان البي اتش بتاعته بقت كام؟ بقت 5.8. يبقى مركزين معايا يا جماعه. يبقى انا كان عندي الاسيتيك اسيد الاول كان البي اتش بتاعته كانت 3.8. بعد كده لما عملت عمليه ديسوسيشن بدا يتحلل عندي ويفقد عندي الهيدروجين بتاعته. تمام. وحطيت عليه ميه بدا يحصل له ايه؟ بدا يبقى البي اتش بتاعته بقت تبقى 5.8. جيت عملت ايه بقى؟ جيت عملت زي الشطور كده، جيت عملت دايجرام. انا عندي البي اتش عندي هنا مثلا كان كذا، مثلا كان وليكن 3.8، انا كان عندي هنا مثلا عند 3.8. وبعد كده جيت عند الناحية التانية وعندي كام؟ وعندي 5.8. وبدأت اعمل زي دايجرام ما بينهم كده من بعض، وبعد بدأت اوصلهم عشان خاطر اجيب حاجة اسمها ايزو الكتريك بوينت، يعني هو عبارة عن النقطة اللي ما بينهم وبين بعض. طب النقطة دي بقول عليها ايه بقى؟ النقطة دي عبارة عن عند بي كي اي 84. هي عبارة عن نقطة منتصف بين ده وبين ده، يعني بين المحلول وهو ثابت وما حصلوش اي عملية ديسوسيشن، وبعد ما هو اتحلل النقطة اللي ما بينهم دي هو عبارة عن ايزو الكتريك بوينت. يعني ايه ايزو الكتريك بوينت برضه يا دكتور؟ برضه احنا مش فاهمين. الايزو الكتريك بوينت دي يا جماعة يعني مهما اغير عندي في البي اتش يبقى النقطة دي ثابتة، فعشان كده انا بقول عليها ايزو الكتريك بوينت. تمام. هنا بقى بيقول لي بقى انا عندي البي كي اي تمام اكبر من البي اتش، فعشان كده طالما انا عندي بي كي اي يعني عندي اللي هو بتاع البي كي اي عندي عالي، فانا عندي البي اتش بيبقى قليل، فعشان كده بيكون عندي المحلول وهو ما اتكسرش وما اتحلش بيكون عندي الاغلب البريدومينانت بتاعتي. طب انا لو حصل البي اتش بتاعتي بقت عاليه بقى، بدا اول ما اشوف عندي البي اتش بدات تعلى يبقى انا حصل لي عمليه ديسوسيشن، يبقى انا عندي المركب بتاعي ده لما حصل له تحلل هو اللي عندي ده البريدومينانت بتاعي. تمام. بعد كده بقى بيقول لي جه قال لي بقى خلاص احنا بدل ما نعملها على الاسيتيك اسيد نفس الكلام هنعمله على الالانين وهو في الحاله العاديه تمام البي اتش بتاعته اقل من 2، هو اسيد امينو اسيد، فهو عندي البي اتش بتاعته اقل من 2. تمام. بعد كده قلت خلاص لا ده انا هعمل له عمليه ديسوسيشن. تمام. انا عملت اول عمليه ديسوسيشن بقى، انا شلت عندي الهيدروجين بتاعتي. تمام. شلت عندي الهيدروجين بتاعتي دي الموجوده دي، فحصل عندي كون الملح بتاعي الموجود عندي بالشكل ده الفورم التاني.
تمام. جيت بقى بعد كده ما اكتفيتش، قلت لا ده طب انا هاجي على الامينو، يعني هي جت على الهيدروجين بتاعه السي او اتش وانا هسيب الامينو، قلت لا يا عم خلاص ادخل كمان على الامينو. فانا عملت الفورم التالت بتاعي بقى عباره عن NH2، تمام، شلت كمان اتشيه. فجيت بقى قلت خلاص انا زي الشطور كده انا هقيس عندي البي اتش في كل واحده فيهم. طبعا هو اصلا في الاسيد ده عندي في الاول بي اتش عندي كانت اقل من 2. لما جيت شلت الاتش بتاعت السي او اتش لقيت عندي ان البي اتش بقيت عندي ايه، بقيت قريبه من ال6، يعني هو بدأ يبقى قريب من متعادل. تمام. فالنيت تشارج عندي هنا بقت بوزيتيف، بقت سوري بقت زيرو. النقطه دي مهمه. ليه بقى النيت تشارج هنا زيرو؟ عشان خاطر ده زويتر اين اللي انا قلت عليها في اول محاضره. انت عندك زويتر اين عندك هنا جزء سالب وعندك هنا جزء موجب، فعشان كده اول ما تلاقي عندك جزء موجب وجزء سالب في نفس المركب يبقى عندك النيت تشارج عندك هتبقى زيرو، يبقى عندك المركب ده هيبقى ده بقول عليها زويتر اين. تمام. طب بعد كده بقى قلت ايه بقى؟ بعد كده انا قلت لا خلاص ده انا هشيل كمان ايه، هشيل كمان هيدروجينه، فبقيت عندي مركب بتاعي ده بيزك. تمام. طب والنيت تشارج عندي هتبقى كام؟ هتبقى -1، عشان انت شلت عندك الجزء الموجب عندك في الامينو، هيتبقى عندك الجزء اللي هو السالب اللي هو نيجاتيف 1 عندك اللي هو على السي او. تمام. فهنا بقى بيقول لي بقى ان انت عندك في الاسيد بي اتش، اللي هو الاسيد بي اتش ده لما بيكون مركب عندك كامل ده بيكون عندك بروتينيتد. نيوترال بي اتش ده لما انت شلت عندك هيدروجين من السي او اتش. تمام. بعد كده عندك البيزك بي اتش لما انت شلت عندك مجموعه كمان الهيدروجين الموجوده عندك في الايه، في الامينو. تمام. سهله يعني. ده بقول على ايزو الكتريك ايه فورم. فهنا بقى بيقول لي ان الانانين برضو نفس الكلام. هنا بيقول الانانين ليه تو تريتابل جروبس. تمام. هو عباره عن الفا كاربوكسيل اللي هو عباره عن سي اتش والالفا امينو. فهنا بقى بيقول لي انا بعمل ايه بقى؟ بعمل عمليه لما انا بشوف عندي البي اتش بقى، فانا بيكون عندي فيه هنا 2 بي كي اي. ازاي يا دكتور؟ انت اول حاجه يبقى عندك البي كي اي بتاعت اللي هو بتاعت اللي هو اي واحد اي نيجاتيف اللي هو بتاعت المركب ده، فانت هتجيب البي اتش بتاعت المركب ده اللي هو عباره عن اللوجاريتم الاي نيجاتيف على الاتش اي بتاعت المركب الاساسي. تمام. ده اول حاجه. وتيجي برضو على المركب ده برضو هتطلع عنده البي اتش بتاعته. تمام. فانا عندي هنا كام بي كي ايه او كام بي اتش هتطلع عندي البي اتش بتاعت المركب ده، وهتطلع عندك البي اتش بتاعت المركب ده. فهنا بقى بتاعت البي كي اي واحد عباره عن ايه بقى؟ عباره عن لوجاريتم التاني على الاولاني. هنا بقى يعني برضو بقول نفس الكلام، فعشان كده انا بقولك ده هنا بي كي اي وده البي كي اي التاني. فهنا بقى بيقول لي الانانين ليه 2 بي كي اي. طبعا قلت لك بي كي اي 2 ليه؟ عشان خاطر 2 فورمز، ادي فورم التاني وادي الفورم التالت. فهنا البي كي اي واحد ما بين الاثنين و3 عند 2 و3 عباره عن الكربوكسيل جروب حصل لها عمليه دوستيشن. طب والبي كي اي التاني حصل ايه بقى؟ حصل لمجموعه الامينو حصل لها عمليه دوستيشن. بقى ندخل بقى على المصطلحات المهمه دي بقى. بيقول لي في عندي بعد كده بقى ندخل عندي يا دكاتره عندي على التيتريشن كيرف بتاع الانانين بقى. يجي قال لك بقى طب هنمسك حاجه يعني في عندي حاجه اسمها بافر بيرز ده عباره عن ايه؟ يعني عباره عن الجزء اللي ما حصلش ديسوشيشن والجزء اللي حصل له ديسوشيشن، فهو عباره عن السي او اتش مثلا والسي او، فبقول عليها ده بافر بيرز. تمام. طب انا عندي بقى ايه امتى بقى البي اتش بيساوي البي كي بقى؟ قال لي لو البي اتش عندي بيساوي بي كي اي يبقى في الحاله دي هيبقى عندي 50% حصل لهم ديسوشيشن من المركب بتاعي و50% ما حصلهمش ديسوشيشن، فعشان كده بقول عليها بي اتش بيساوي بي كي اي. يبقى انا عندي ايكوال اماونتس من فورم 1 ومن فورم 2 اللي هو الفورم اللي ما حصلوش ديسوشيشن والفورم اللي حصل له ديسوشيشن. تمام. طب انا قلت زي ما قلت لك دلوقتي ايه هو الايزو الكتريك بوينتس؟ ايزو الكتريك بوينت هو عباره عن او بقول عليها بي اي دي بتكون عندي بقى طبعا مش بتتاثر عندي بالبي اتش. تمام. فهنا بقول عندي بقى بيكون عندي الفورم الثاني بيكون عندي ده الغالب، فبيكون عندي فيه ايكوال اماونت من الفورم الاولاني والفورم الثالث. يعني عندي الفورم الاولاني بتاع الانانين مثلا هو ما حصلوش ديسوشيشن، والفورم الثالث اللي هو بتاع الامينو ده بيكون عندي هما الاثنين متساويين مع بعض. فعشان كده بيكون عندي بقى البي اي اللي هو الالكتريك بوينت ده عباره عن متوسط اللي هو البي كي 1 والبي كي اي 2. تمام. هو عباره عن ايزو الكتريك بوينت، هو عباره عن النقطه مش بيحصل عندها هي دي الايزو الكتريك بوينت يا جماعه بتاعتي. تمام. الايزو الكتريك بوينت هو عباره عن النقطه اللي ما بيحصلش عندها ان البي اتش مهما يتغير عندي هو النقطه دي ثابته. انا جيت اجرب كذا نقطه من المركب بتاعي، بصيت عندي بطلع حاجه اسمها الايزو الكتريك بوينت. الايزو الكتريك بوينت دي يعني ما بتكونش متاثره عندي بالبي اتش، بقعد مهما اغير عندي في البي اتشات هي ثابته. تمام. فعشان كده بقول على ايزو الكتريك بوينت. هنا بقى بيقول لي بقى امينو اسيد النيوتن شارج بتاعتها 0 عشان خاطر انا عندي مجموعه كربوكسيل ومجموعه ايه ومجموعه امينو. تمام. والايزو الكتريك بوينت طبعا النيوتن شارج عندي 0. هنا بقى بقول الامينو اسيد ار انفوتيريك يعني ايه بقى؟ يعني بتشتغل عندي ممكن تشتغل عندي كاسيد ممكن تشتغل عندي كبيز. تمام. دي مهمه. يبقى انت الامينو اسيد ده عباره عن اسيد ولا بيز ولا انفوتيريك؟ لا انفوتيريك، يعني ممكن تشتغل عندك كاسيد ممكن تشتغل عندك كايه كبيز.
بيقول لي بقى ايه بقى الابلكيشن بقى التانية بقى ممكن استخدم عندك البي اتش بقى. البي اتش يا جماعه عندي يعني بتكون موجوده عندك في جسمك كله اصلا شغال بالبي اتش. هتقول لي ازاي يا دكتوره؟ هقول لك انت عندك اللي هو عمليه الهضم اللي بتحصل عندك الكربونات والبيكربونات والاتش واللي بتحصل عندك في الاستومك عندك بيتم عندك بالبي اتش. الريسبيراتوري عمليه التنفس عندك بتحصل عندك بالبي اتش. اي الابزوربشن بيحصل عندك بالبي اتش. تمام. فهنا بقى بقول لي بقى وظيفته بقى بستخدمها عندي في ايه بقى؟ بستخدمها عندي في البيكربونات بافر سيستم. تمام. وبتستخدم عندي في ايه بقى؟ فهنا بقى بقول لي بقى البيكربونات بقى بفر سيستم ازاي بقى؟ قال لي في حاجه اسمها الامبوليزم، بالمونري امبوليزم. ايه بقى البالمونري امبوليزم ده يا جماعه؟ مش بيحصل فيه اوقات بقى ان التنفس بتاعك ده بيحصل ازاي بقى؟ التنفس ده بيحصل عن طريق اكسجين وثاني اكسيد الكربون. تمام. فهنا بقى عندك ايه بقى؟ فهنا عندك ان اللي هو ثاني اكسيد الكربون بيبدا يزيد عندك. تمام. فلما يبدا عندك ثاني اكسيد الكربون يبدا يزيد، تمام، فبيبدا يحصل عمليه ايه؟ بيحصل عمليه انكريز للبيكربونات. يعني انت عندك السي او 2 بدا يزيد عندك في جسمك. تمام. فبيحصل عندك ان زياده ثاني اكسيد الكربون يبدا يزيد. طالما انت عندك بقى اللي هو الاتش 2 سي او 3 بدا يزيد، يبقى انت عندك المقام بتاعك بدا يزيد، يبقى انت عندك اوريدي البي اتش عندك هتقل. طالما انا عندي بقى البي اتش بتاعتي بدات تقل عندي في جسمي، فبيحصل عندي اسيدوز على طول. ما انت عندك البي اتش قلت، يعني طبيعي بديهي، مش انا قلت لك البي اتش لما تبقى قليله يبقى بيحصل عندي اسيديتي. فانت عندك الحاجه دي بقى حصلت في جسمك نتيجه زياده ثاني اكسيد الكربون، بدا يزود عندك الايه؟ البيكربونات، والبيكربونات لما زادت بدات تقلل عندك الايه؟ البي اتش عندك موجود في جسمك. فعلاج ده يا جماعه اللي هو ريسبيراتوري اسيدوس ده لازم يحصل له بيتعالج له على طول محلول فورا. تمام. الكلاين عشان خاطر يحصل عمليه بالانس يعني للايه؟ للاملاح وللمعادن عندي في جسمي. تمام. هنا برضو بيقول لي برضو عمليه الايه؟ عمليه الانتقال ما بين الثرو ممبرينز. يعني انت عندك عارفين طبعا الخليه اللي هو السيل ممبرين بيحصل عندي ايه؟ بيحصل عندي ان هو انتقال عندي ولكن الصوديوم والبوتاسيوم، ويحصل عندي انتقال عندي للاتش والايه؟ والاو اتش. تمام. بيحصل عمليه دوسيشن يعني عشان خاطر الدواء يقدر يقوم بالمحلول بتاعه. فبيحصل عمليه برضو اللي هو دراج ابزوربشن. البي اتش بستخدمها عندي اثناء دراج ابزوربشن، عمليه امتصاص الدواء. فانا بقول لي الاسبرين ده عباره عن ويك اسيد. ليه بقى بيستخدموا بقى كويك اسيد بقى يا دكتور؟ عشان خاطر يقدر يعدي الجسم لحد ما يدخل عندي على المكان اللي هو عايز يدخل فيه، يبدا يحصل عمليه دوسيشن. تمام. يبقى هو عباره عن ويك اسيد عشان خاطر اول ما يوصل عندي للجسم بتاعي يحصل عمليه ايه؟ يحصل عمليه دوسيشن ويبدا يقوم بالوظيفه بتاعته. على عكس المورفين ده ويك بيز. تمام. طب هو ويك بيز، طب ليه بقى هو ويك بيز؟ عشان خاطر هو المكان بتاعه اول ما بيروح عليه يبدا يحصل عمليه ديسيشن ويطلع البيز بتاعي اللي هو يقدر يقوم بالوظيفه بتاعتي. يعني في اماكن معينه في جسمي بتكون محتاجه مثلا وليكن الملح بتاع اللي هو وليكن السي او. تمام. بتاع الملح ده مثلا. تمام. وفي اماكن تانية بتبقى محتاجه عندي ال اتش 2 على حسب عندي الجسم بتاعي ده محتاج ايه. فببدا اخد بقى الدواء بتاعي ده بيكون عندي ويك اسيد او ويك بيز. هنا برضو بقى بيقول لي بقى عندي الكونسنتريشن بتاع الدواء ده بيعتمد على ايه بقى؟ بيعتمد على الكونسنتريشن بتاع الدوسيشن، يعني الجزء اللي حصل له دوسيشن والاندوسيشن. يعني انا مثلا يعني انا عندي تركيز الدواء ده، انا امتى بقول مثلا ان الدواء ده تركيزه عالي او الدواء ده تركيزه قليل او الدواء ده بدا يعمل مفعول عندي في المكان بتاع الابزوربشن سايت بتاعي؟ قال لي بناء على ان الدواء بتاعي ده الجزء اللي حصل له دوسيشن ده كتير ولا قليل. طب الجزء اللي ما حصلوش دوشن ده كتير ولا قليل؟ ببدا اشوف الاتنين مع بعض وببدا اعملهم بحسابات معينه، وبالتالي ببدا اقدر اشوف عندي الدواء بتاعي ده عمل المفعول بتاعه ولا ما عملش المفعول بتاعه. هنا بقى بيقول لي ايه بقى؟ بيعتمد عندي على الدوسيج والجزء بقى اللي حصل له بقى تركيز الجزء الدوسيج والاندوسيج فورمز دول بيعتمد عندي على البي اتش بتاعه الابزوربشن سايت، بيعتمد على البي كي اي. تمام. يعني ايه يعني يا دكتور؟ يعني مثلا انا وليكن مثلا عايزه اشوف مثلا تركيز مثلا وليكن دواء وليكن زي الاسبرين مثلا. تمام. بعمل ايه بقى؟ بشوف عندي الاسبرين هو عباره عن اسيتيل ساليسيليك اسيد. تمام. بقدر بقى امسك عندي الاسيتيل ساليسيليك اسيد ده وبياخده عندي مثلا المعده. بقدر بعد كده بشوف عندي البي اتش بتاعت الابزوربشن سايت بتاعت المعده نفسها هي شغاله كويس ولا ايه. طب البي اتش بتاعتي قليله، يعني البي اتش بتاعت المعده حامضيه، يعني تبقى البي اتش عندي حوالي 3 وحاجه كده يعني. تمام. تمام. طب دي اول نقطه بيعتمد عليها عندي الاسبرين عشان خاطر يعمل المفعول بتاعه. طب تاني نقطه عندي هو البي كي اي بتاعت الاسبرين بتاعتي، يعني الاسيتيل ساليسيليك اسيد ده لما هو بيحصل عمليه ايونيزيشن بيبقى عندي البي كي بتاعته كام؟ ما انا لازم اشوف عندي نسبه التحلل ما بين الجزء اللي حصل له ديشن اللي هو الاسيتيل ساليسيليك اسيد، ولما انا شلت عندي الهيدروجين او الهيدروجين بتاعه الاسيتيل ساليسيليك اسيد بقت كام. تمام. عشان اشوف عندي هاو سترونج اسيد او الايه، يعني المدى القدره بتاعه الاسيد بتاعي ده قوي ولا مش قوي قوي.
بقى يا جماعه بيقول لي بقى تاثير عند البي اتش على دراج ابزوربشن. زي ما انا لسه قايله بالظبط، انت عندك الاستومك بتاعتك اهي تمام، وده عباره عن اليومن بتاعه الاستومك بتاعك، وده عباره عن البلاد عندك الاسبرين بتاعك بيحصل عمليه ايه، قاعد بيحصل عندك عمليه ديسوسيشن عندك في البلاد، يعني بيحصل عندك ده اليومن بتاعه الاستومك، بيحصل عندك الاسبرين ده عباره عن ويك اسيد، ده بيحصل عمليه البروتونيشن تمام في الاسيديك انفايرمنت، يعني هو بيفضل عندك في الدم، ده بيفضل عندك ثابت. اول ما بيوصل عندك الاسيديك انفايرمنت بتاعه المعده اللي هو الاتش سي ال بتاعه المعده تمام، بيبدا يحصل ايه ان الاتش سي ال بتاع المعده بيكون عالي تمام، فبيبدا يحصل عمليه ديسوسيشن، فبيبدا يفقد عندك الهيدروجينه بتاعه الاسيتيل ساليسيليك اسيد تمام، فيبدا يحصل عمليه ابزوربشن بقى في المعده بس كده. طب هنا بقى ادي الاف التاثير بقى دراج ابزوربشن طبعا للهاندرسون ايكويشن، يعني انا بستخدم عندي الهاندرسون ايكويشن بقى عندي في الادراج ابزوربشن. ليه؟ لان هو بيقيس لي عندي اللي الدواء ده موجود عندي بنسبه قد ايه تمام. يعني انا عشان خاطر افصل عندي ما بين ان يعني ولكن مثلا انا عندي الدواء بتاعي ده انتقل مثلا من الاستومك مثلا بي اتش بتاعتها 1.5 للبلاد، انا عايز اشوف عندي البي اتش عندي هنا والبي اتش عندي هنا تمام، فانا عشان خاطر اشوف الدواء بتاعي تاثيره هنا هيبقى شغال كويس ولا لا، وشغال هنا كويس ولا لا، فانا بشوف عندي الايه البي اتش هنا والبي اتش هنا تبعا لهاندرسون ايكويشن تمام. ما انا ممكن اجيب مثلا دواء ولكن بيزك عندي يدخل عندي على في وسط اسيدك، يحصل له عمليه ايه، يحصل عمليه بريسبتيشن، فانا مش ينفع. ممكن اجيب عندي دواء مثلا اسيدك مثلا بيحصل له عمليه ديسيشن في الوسط بتاع البلاد مثلا، يبدا يحصل لها بيبدا يعمل لها عمليه اسيدوسيس عند البلاد، فانا ده فايده عندي الهاندرسون ايكويشن تمام، ان هو مفيد عندي عشان خاطر اعرف الدواء ده موجود عندي في انهي سايت اكتر، موجود عندي شغال في انهي سايت اكتر، وعشان خاطر اشوف عندي البي اتش بتاعت الايه بتاعت عندي الانفايرمنت بتاعتي. بالتوفيق يا دكاتره، محاضره سهله وبسيطه، اي حد واقف مع اي حاجه يبعتلي. وكده يا جماعه نكون خلصنا محاضره الامينو اسيد، بالتوفيق لكم ان شاء الله.